الصدمات النفسية وعلاقتها بالإدمان. في ناس بتفكر إن الإدمان اختيار، وإن اللي بياخد المخدرات ده شخص ضعيف مش قادر يتحكم في نفسه. بس هل ده حقيقي ولا في سبب أعمق ورا الموضوع؟ تخيل تكون شايل جواك وجع مش قادر تتعامل معاه، زي فقدان حد غالي عليك، خيانة، عنف، صدمة نفسية كبيرة، وكل ما تحاول تنساها ترجع لك في عقلك كأنها بتحصل تاني. في اللحظة دي المخ بيحاول يدور على مخرج، أي حاجة تهديه وتهربه من الألم اللي هو فيه حتى لو كانت مؤقتة. وده اللي بيخلي ناس كتيرة تلجأ للمخدرات، مش بحثا عن المتعة لكن هروبا من الصدمة. وللأسف المتعة دي وهمية، ولما تأثيرها يروح الألم بيرجع أقوى، وبيبدأ الشخص يدور على جرعات تانية، وهنا بتبدأ الدوامة اللي اسمها الإدمان. لكن الحقيقة المخدرات عمرها ما هتعالج الجرح اللي جواك. الحل الحقيقي هو انك تواجه الصدمة وتتعامل معاها بطريقة صحية. العلاج النفسي وقتها هو المفتاح، لانه بيساعدك تفهم الالم وتتعافى منه بدل ما تهرب. ولو انت او حد تعرفه واقع في الدوامة دي، اعرف ان في طريق للخروج. ما تتكسفش تطلب المساعدة، لانك تستاهل حياة حقيقية مش مجرد هروب. شارك الفيديو ده لانه ممكن يكون السبب في ان حد ممكن ياخد خطوة في اول رحلة التعافي. استناكم في فيديو جديد. عمرو عاطف.